ربنا قال ليونان قم اذهب الى نينوى، ففعلا يونان قام. بس الكتاب المقدس يقول لنا فقام يونان ليهرب. وده مشكلتنا على فكرة، احنا مش بنهرب لربنا، احنا بنهرب من ربنا. وده في حد ذاته مش تفكير عقلاني بالمرة. لو انت اب ودخلت لقيت ابنك عمل حاجة غلط مثلا ولقيته استخبى تحت الترابيزة، انت لو اب المفروض تحزن جدا، مش بس لان عقلك اكبر من عقل ابنك واكيد عارف المكان اللي هو استخبى فيه، بس لانك بتحبه جدا، فمهما غلط انت مش هترميه. يونان عمل حاجة مش منطقية، ومن قبلها واحد زمان خالص عملها برضه مش حاجة منطقية، كان آدم. لما ربنا ندى عليه فآدم استخبى ما بين الشجر. بتعمل ايه؟ مشكلتنا ان احنا ساعات كتير بنبص لربنا على انه اله مستنيك تغلط بس عشان يحاسبك، انما ربنا اب. ربنا لما جه قال لنا تصلوا ازاي؟ قال لنا قولوا ابانا الذي في السماوات، ابانا، قولوا بابا. ومفيش اب بيرمي ولاده لما بتغلط، وده ظهر جدا وواضح في باقي السفر، انه ربنا كأب كان بيحب اهل نينوى جدا، وكان بيحب يونان جدا جدا، ما فقدش الامل فيهم ولا في يونان. والكتاب المقدس وصل لنا ان ربنا مستعد يرجع عن تهديده لما يرجع الانسان عن طرقه الوحشه دي. الكتاب المقدس يقول لنا وندم الله على الشر الذي تكلم ان يصنعه بهم فلم يصنعه. وهتلاقوا السفر نفسه عامل لنا مفارقه كده ما بين رد فعل ربنا تجاه توبه اهل نينوى ورد فعل يونان. يونان كان مستكتر على اهل نينوى ان هم يتوبوا فيبقى عيل في كلمته ليهم، انما ربنا ما كانش شايف كده خالص. لا، انا ممكن ارجع عن تهديدي ليك لمجرد ان انت تيجي في حضني. ربنا اب. احنا ده اللي كنا حابين نقوله، ما تهربوش من ربنا، لو هربتوا من ربنا هربوا ليه. يونان اتعلم الدرس على فكره لما ربنا قال له انه خلاص هيسامح اهل نينوى. الكتاب يقول لنا فغم ذلك يونان غما شديدا فغطاه. بس المره دي ما هربش، المره دي جه وحكى مع ربنا باللي في قلبه. يقول كده وقال يا رب اليس هذا كلامي اذ كنت بعد في ارضي لذلك بادرت بالهرب الى ترشيش. جه بقى خلاص عرى قلبه قصاد ربنا، اتعلم الدرس. يا ريت احنا كمان نتعلم الدرس ان احنا ما نهربش من ربنا. احنا مش محتاجين نهرب، احنا بنهرب قدام اله فحص القلوب والكلى، عارف كل حاجه اصلا، وبنهرب قدام اله فعلا بيحبنا. ده غباء لما ابقى بهرب من اله هو فعلا عايز يساعدني، نفسه ان انا احيا حياه افضل. داود فهم الكلام ده فقال له اين اهرب من روحك ومن وجهك اين اذهب. ده اللي احنا كنا بنقوله لنفسنا قبليكم. ربنا بيحبنا، ربنا بابانا. احنا بنقف كل يوم المفروض وفي كل وقت، صلوا كل حين ولا تملوا، نقف كل وقت وكل يوم المفروض ان احنا بنقول له يا بابا. ومفيش اب بيرمي ولاده.